السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل صينية دينيس بالبطاطس، وهنعمل صينية بوري بالبطاطس. احنا معانا سمك دينيس 3، طبعا مغسول ومحطوط له ليمون ومتفتح كده علشان التتبيلة تخش له. معانا واحدة بس بوري عشان يعني مش كل البيت عندي بيحب البوري، فاحنا جايبين واحدة بس. مكونات الصينية بقى بصل متقطع، طماطم، بقدونس وشبت وكزبرة، يعني في حدود معلقة توم، ليمون، والبطاطس مترققة خالص، متقطعة رقيق خالص زي ما انتوا شايفين كده. التوابل هتبقى كزبرة وملح وفلفل اسود وكمون، بس نكتر الكمون شوية، يعني معلقة كمون، تمام، معلقة الا ربع كزبرة وملح وفلفل اسود. دي كده مكونات الصينية. التتبيلة بقى طماطم مبشورة، طماطمايه واحدة بس مبشورة، معلقة توم صغيرة، نفس الخضرة برضو، وليمونية، وهناخد نص التوابل دي للتتبيلة. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الطبق الاولاني اللي هو بتاع التتبيله بتاعت السمك، وحطيته كله على بعضه، وخدت طبعا نص التوابل اللي انا قلت لكم عليها، وحطيت معاه في حدود 3 معالق زيت. هتبل السمك تمام، وهحشي طبعا كل الفتحات اللي هنا. خلاص هتبله وارجع لكم تاني. دلوقتي انا تبلت السمك خلاص، زي ما انتوا شايفين كده السمك كله متبل ومن جوه ومن بره، وحاطه له التتبيله بتاعته والخلطه من جوه اهي تمام، ومن بره كمان. وبدات كمان اعمل في الصينيه انا حطيت بس علشان ما اطولش عليكم الفيديو، حطيت البطاطس والطماطم والبصل والخضره، وهحط معاهم دلوقتي الثوم والليمون وبقيه التوابل دي، وهخلطهم كلهم مع بعض عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا عملت دلوقتي الصينيتين، حطيت كل الخضار على بعضه، البطاطس والبصل والخضره والطماطم مع الثوم والتوابل اللي كانت باقيه، نص التوابل التاني. دول الصينيتين عملتهم، واحده للبوري والتانية للدنيس عشان ما فيش حاجه تاخد من طعم التانية. تمام. فاضل بس ان انا احط الاسماك في القوارب دي فوق الخضار. تمام اهو. دلوقتي هنحط اهو الدنيس، نحط دي عكسهم بقى. تمام. وادي البوري، ممكن كمان اقسمها علشان القارب طلع، ممكن اقسمها. وده كده قارب الدنيس خلاص. هنحط له بس كده كام ترانشايه ليمون. معلش انا اسفه لان التليفون بيتحرك، انا ماسكاه وبيتحرك من ايدي، فمعلش اعذروني. هو كده القارب بتاع الدنيس كده جاهز وهيخش الفرن دلوقتي. مش هنحط له ميه تمام، لان هو البطاطس بتاعت اليومين دول بتستوي بسرعه جدا، الدنيس ما بياخدش وقت خالص في السوا، لان كل الاسماك تقريبا ما بتاخدش وقت في السوا. فمش هنحط ميه لان الخضار هينزل ميته، والسمك كمان بينزل يعني شويه ميه هيستوي فيها. عايزه تغلفيه بفويل وتحتيها ورقه زبده مفيش مشكله، عايزه تسيبيه كده برضه مفيش مشكله. دلوقتي يلا نفتتح بقى صواني السمك التحفه دي. انا مش قادره اقول لكم طبعا الريحه يعني جايبه العمره كلها. دي صينيه البوري، انا قسمتها طبعا زي ما قلت لكم عشان كانت كبيره شويه على القارب. ودي صينيه الدنيس. طبعا انا بعد ما خلصت فتحت عليها الشوايه وعملت جنبها طحينه ورز صياديه. انا بحب قوي الرز يبقى غامق كده، وحبه سلطه خضراء، وده غدا النهارده. يا ريت تجربوا الوصفه والله هتعجبكم جدا، واتمنى تتابعوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. متشكره قوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.